مجرم مغتال رعب أمريكا كلها عمل 14 جريمة، منهم 3 بس اعترف بيهم، وجريمته الأخيرة كانت أبشع جريمة من وسط كل جرايمه، وكانت السبب في توثيق سيرته كلها في كتاب كامل. إيه القصة؟ إيه دوافعه؟ إيه شكل جريمته الأخيرة؟ وإزاي كانت السبب في القبض عليه؟ يلا بينا في جريمة جديدة في عالم الإجرام. ده إسرائيل كيز اتولد في ريتشموند في ولاية يوتا يوم 7 يناير سنة 1978، وكان ترتيبه التاني وسط 10 اخوات. أهله كانوا في الأصل عايشين في تورانوس في ولاية كاليفورنيا، وكانوا أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. حتى والده خدم قبل كده في بعثة تبشيرية تبع الكنيسة دي واللي كانت في ألمانيا. كمان إسرائيل وإخواته ما اتعلموش في مدارس، وكان بيتم تعليمهم في البيت. وفي سنة 1983 العيلة كلها عزلت وراحت سكنت في حتة مقطوعة شمال كولوفيل في ولاية واشنطن. العيلة هناك عاشت معزولة تماما عن الناس في كوخ خشب من أوضة واحدة، والكوخ ده لا كان فيه كهرباء ولا ميه. وبسبب ان الكوخ كان صغير جدا ومش بيستحمل عددهم كلهم، في عيال منهم كانوا بيناموا بره في خيمه، ومستوى معيشتهم كانت صعبه جدا لانهم كانوا مجبرين يصطادوا اكلهم بنفسهم ويقطعوا الخشب ويشتغلوا في المزارع اللي حواليهم عشان يقدروا انهم يجيبوا مصاريفهم. وهم في كلوفيل العيله كانت بتروح تصلي في كنيسه اسمها السفينه، والكنيسه دي كانت مبادئهم بتؤمن بالعنصريه البيضاء. اسرائيل وصف الكنيسه دي بعد كده بانها كانت شبه حياه طائفه الاميش، يعني عيشه بدائيه ما فيهاش اي وسائل راحه حديثه. وفي الفتره دي اسرائيل اتعرف عنه انه كان بيحب الصيد جدا، واي حاجه قلبها بينبو كان بيحب يصطادها، حتى انه حكى لزمايله في الكنيسه انه سلك غزال وهو لسه صاحي وعايش، وده خلى العيله التانيه تبعد عنه وتنبذه، لدرجه ان واحد من زمايله في المدرسه قال ان مجرد وجود اسرائيل حواليه كان بيحسسه بقرف واشمئزاز لدرجه مريبه. بعدها اسرائيل كبر شويه وبقى مراهق، وبعد كده يبقى نجار شاطر جدا ويبني اول كوخ خشب لنفسه وهو عنده 16 سنه، واشتغل عند مقاول في كل فيلم من سنه 1995 لحد 1997. وفي الوقت ده بدا اسرائيل عاده مهمه جدا في حياته، وهي انه يكتب يوميات ويسجل فيها اسلوبه الشبابيه اللي كان بيعملها، وكان بيقتبس فيها حاجات من الانجيل، وكان بيحس بخنقه من اللي بيكتبه. وبعد كده عيلته نقلت لولايه جديده واشتغلوا في جامع عصاره القيقب عشان يعملوا منها شراب سيرب، وكانوا عايشين في مجتمع اغلبيته من الاميش. وبالنسبه لوالده اسرائيل كانت شديده جدا، وكانت بتمنع عيالها كلهم انهم يتفرجوا على افلام مع اصحابهم او يتعلموا مزيكا، لانها كانت شايفه ان ده ضد تعليمات ربنا. وفي 22 ابريل 1998 دخل الجيش الامريكي في الباني بنيويورك، وبدا التدريب الاساسي في يوليو 1998. في الجيش اسرائيل خدم في فورت لويس وفورت هود، وقضى فتره بره امريكا في شبه جزيره سيناء في مصر. واصحابه في الجيش وصفوه بانه كان شخص هادي جدا وانطوائي، بس كان بيشرب خمره كتير في كل فترات اجازته، وكان بيخلص ازايز كامله ملهاش اول من اخر، لدرجه ان في فبراير 2001 اتمسك في مقاطعه سورستون وهو سايق سكران واتغرم $350. بعد ما فتره الجيش خلصت اسرائيل اخذ وسام الانجاز العسكري لانه خدم كمدفعي ومساعد مدفعي من سنه 1998 لحد 2001، وبعدين راح عاش في نياباي بواشنطن، علشان هناك في اواخر 2000 ارتبط بواحده اسمها تامي هوكنز، وكان اتعرف عليها من على النت، واتجوزوا وخلفوا بنت، ولكن ينفصلوا عن بعض سنه 2004. وبعدين يرتبط بواحده اسمها كيمبرلي اندرسون، وفي سنه 2007 يعمل اول شركه مقاولات ليه في الاسكا وسماها كيز للانشاءات، وفي نفس الوقت كان شغال عامل صيانه ومقاول وعامل بناء. وفي ليله من ليالي الشتاء القارصه وتحديدا سنه 2012 تختفي بنت اسمها سامانثا كونيج، والبنت دي كان عندها 18 سنه وكانت شغاله ويتر في انكوريج بالاسكا. اخر مره حد شاف سامانثا كانت وهي خارجه من مكان شغلها مع راجل محدش قدر يتعرف عليه، وعشان كده الحادثه دي كانت غريبه جدا. كمان بدات بسببها عمليه بحث واسعه ورهيبه، والبحث ده ما كانش في الاسكا بس، ده خلى مكتب التحقيقات الفيدرالي والبوليس كله يلف ورا الخيوط من اول ولايه الاسكا لحد ولايه واشنطن، علشان الرحله دي تكون هي الرحله الوحيده اللي تكشف عن سلسله جرائم بشعه لقاتل متسلسل كان خارج كل التوقعات. المحققين وهم ماشيين ورا كل الخيوط المعقده دي كشفوا هويه القاتل المتسلسل المختل عقليا واللي اسمه اسرائيل كيز، واللي كان مخبي وراه حياه مليانه عنف ومسار مظلم تماما عمر ما حد توقعه منه. اتقبض على كيز يوم 12 مارس 2012، وفي الاول وجهوا له تهمه السرقه واستخدام بطاقه سامانثا المسروقه، بس الحقيقه كانت اعمق واقبح من كده بكتير. اسرائيل اعترف بلسانه انه قتل سامانثا كونيج، وخلال جلسات الاستجواب اللي عملها معاه عملاء الاف بي اي ومسؤولين ولايه الاسكا اعترف ب3 جرائم قتل تانية تم تاكيد هويات ضحاياها، وكمان قال انه قتل 6 في الاسكا وقتل زوجين في ولايه فيرمون. كمان اسرائيل قال للسلطات انه كان حاطط لنفسه اهداف معينه، وان جرائم القتل دي كانت مجرد وسيله عشان يحقق اهدافه اللي هو عايزها. والاغرب من كده انه اعترف للبوليس انه كان دايما بيتخيل قتل الناس عباره عن مؤامره، ولكن هو بس اللي رسمها في دماغه. اسرائيل وقتها بدا انه يلمح لجرائم قتل تانية كتير توقعوا بعدها ان هو اللي عملها، خاصه بعد اللي شافوه في زنزانته، وبسبب التلميحات دي يبقى مشتبه فيه في قضايا تانية حصلت في اماكن هو كان موجود فيها. وكمان كانت ماشيه مع نفس اسلوب الاجرام المعقد، ولكن على الرغم من كل تلميحاته دي المحققين ما عرفوش يربطوه بشكل قاطع بكل الجرائم دي، وكمان فضلت هويه بعض ضحاياه موجوده لحد النهارده. وخليني اقول لك ان دي كانت مجرد بوابه للجحيم اللي جوه دماغه واللي هيعملوا فيهم.
اسرائيل طوله وصل لمتر 88 سنتي، وده كان لسه عنده 14 سنه. كمان اعترف انه في طفولته كان بيسلي نفسه بانه بيضرب بيوت جيرانه ببندقيه الهوا بتاعته، وكمان كان بيولع حرايق في الغابات. وما وقفش هنا، ده كمان كان بيقتحم بيوت ناس كتير مع شاب تاني، ولكن الشاب ده خاف منه وبعد عنه لما شاف اسرائيل في مره من المرات بيضرب نار على حيوان بدم بارد لاقصى الدرجات. واسرائيل في السن ده كان فاكر ان افكاره طبيعيه ومقبوله وما فيهاش اي مشاكل، بس لما بدا يحس ان الناس بدات تاخد بالها من سلوكه وبداوا يكرهوه بدا يعزل نفسه اكتر. ولما بقى اسرائيل مراهق اهله اكتشفوا انه مخبي كميه اسلحه سرقها من واحد جارهم، وقتها اهله اجبروه يرجعها ويعتذر. وفي سنه 1994 اتمسك اسرائيل وهو بيسرق محلات واتحكم عليه بخدمه مجتمعيه، ده غير انه كان بيسرق اسلحه وبيبيعها للناس في المنطقه. اسرائيل قال بعدين ان الحوادث دي كانت مسليه جدا بالنسبه له، بس في نفس الوقت خلت رغبته تزيد في انه يخبي سلوكه المعادي للمجتمع، وبدا يحس انه مختلف عن كل اللي في سنه. وكمان والدته لاحظت ان تصرفاته بدات تبقى مقلقه جدا، والموضوع وصل لاقصى درجاته لما اعلن الحاده لاهله بعد خناقه كبيره، وده خلاهم يطردوه من البيت بتهمه التجديد، ومنعوا اخواته الصغيرين واللي كانوا بيحبوه جدا انهم يكلموا تاني. وده علشان بعد ما يطرد اسرائيل يبدا يهتم بالشيطانيه، وخطط انه يعمل جريمه قتل كطقوس شيطانيه. وفي صيف 1997 او 1998 نفذ اول اعتداء جنسي عنيف على فتاه مراهقه كانت بتمارس رياضه التجديف، وده من خلال انه فضل يراقبها من وسط الشجر وبعدين ثبتها بسكينه واغتصبها بمنتهى العنف، وكان ناوي يقتلها كجزء من طقوسه الشيطانيه، بس في الاخر سبق في المركب بتاعته. اسرائيل وصف نفسه وقتها بالجبان وقال ان الموقف ده مش هيتكرر تاني، بس عملاء الاف بي اي يشكوا ان اسرائيل قتل مراهقين واطفال فعلا في الفتره دي، ولكن ما قالش عليهم، وان القصه ما خلصتش عند البنت دي. وخلال الثلاث سنين اللي قضاها اسرائيل في الجيش ما اعترفش باي جريمه ليه، بس اعترف انه حاول يغتصب عامله جنس وهو في اجازه في مصر، وحاول يغتصب طالبه جامعيه في اسرائيل، وكمان اعترف انه عمل عمليات سطو مسلح على بنوك في نيويورك وتكساس. وعملاء الاف بي اي اكدوا فعلا انه سرق بنك كوميونتي في نيويورك سنه 2009. الفكره ان اسرائيل كان بيخطط لجرائمه بذكاء رهيب. على سبيل المثال هو كان بيسافر طيران لمدينه ويأجر عربيه ويمشي بيها مسافات طويله جدا عشان يقتل ويرجع الاسكا تاني، وكان دايما يقفل تليفونه وكل فلوسه كاش بس. كمان اسرائيل قال انه ما بيستخدمش السلاح الا للضروره، لكنه بيفضل الخنق لانه بيستمتع وهو بيبقى شايف الضحيه قدامه بتفقد وعيها بين ايديه. وقتها المحققين يحملوه مسؤوليه وقتل حوالي 11 شخص في امريكا، بس الفكره انه ما كانش عنده نمط او شكل معين للضحايا، كان بيختارهم بشكل عشوائي تماما، وده اللي خلى ربط جرايمه ببعض مجهوله جدا وحاجه صعبه جدا لان ضحاياه ما كانش بينهم اي رابط مشترك، وده كان عكس اي سفاح تاني لحد ما يفتشوا البيت بتاعه. لما البوليس فتش بيت اسرائيل لقوا كتب كتيره جدا عن مختلف جرائم القتل، منها قصص خياليه ومنها قصص حقيقيه، ولكن المحققين يلاحظوا ان اسرائيل كان مهووس بروايه اسمها انتنسيتي للكاتب دين كونتز، وكمان قراها كذا مره وكان متعاطف جدا مع شخصيه القاتل المتسلسل اللي في الروايه دي. ومش بس كده، ده ذاكر وبقوه كتاب مايند هانتر بتاع جون دوجلاس، والكتاب ده هو اللي كان بيشرح ازاي وحده تحليل السلوك في الاف بي اي بتفكر وتطارد السفاحين، يعني كان بيدرس اعدائه علشان يعرف يلعب بيهم بكل سهوله. كمان اسرائيل كان بيذاكر بكل طاقته سير السفاحين التانيين، وكان معجب جدا بتيد باندي وشايف ان في صفات كتير مشتركه بينهم، زي ان الاثنين منهجيين جدا في شغلهم، والاثنين بيحسوا انهم بيمتلكوا ضحاياهم رغم انهم مختلفين في اسلوب القتل ونوع الضحايا. ومن كتر اعجاب اسرائيل بتيد باندي وصل لدرجه انه حاول يقلد هروبه الشهير من المحكمه، بس الحراس يقدروا يمسكوه في وقتها. ورغم اعجابه الشديد بالسفاحين ودراسه اساليبهم، اسرائيل كان بيخاف جدا من جو الاعلام على جرايمه، والسبب ما كانش بس خوف على عيلته، لكنه كان مغرور جدا وكان بيخاف ان الناس تقول عليه الناحت او خليفه تيد باندي او غيره. هو كان عايز يبقى ليه بصمته الخاصه ومستقل باسلوبه، عشان كده كان بيحاول يداري جرايمه بمنتهى الحذر، ودي كانت الطريقه اللي رسم بيها بدايه جرايمه، ويتكتب عنه كتاب بيوثق حياته كلها. زمان خلال الفترة اللي عائلة إسرائيل كانت بتروح فيها كنيسة السفينة كانت علاقتهم قوية جدا بعيلة جارهم شيفي كيهو. إسرائيل اتقال إنه قتل 3 أشخاص من العيلة دي سنة 1996، وفي يوم 2 مارس من نفس السنة خطف طفلة عندها 12 سنة اسمها جولي ماري هاريس في منطقة كولوفيل في ولاية واشنطن، واللي كانت بطلة تزلج في الأولمبياد، ويلاقوا بقايا جثتها بعدها بسنة في غابة من الغابات في نفس الولاية. إسرائيل وقتها كان عنده 18 سنة وعايش في نفس المنطقة، ولما حققوا معاه سنة 2012 ما قالش إنه قتلها ولا أنكر، اكتفى بس بإنه قال سمعت عن الموضوع ده. كمان كان في طفلة تانية اسمها كاسي إميرسون كان عندها 12 سنة واختفت سنة 1997 بعد ما لقوا جثة والدتها في بيتهم اللي كان محروق، ويلاقوا جثة كاسي بعدها ب 13 ميل. إسرائيل اعترف في التحقيقات إن أول حريقة عملها كانت في بيت متنقل في كولوفيل، وكان مشتبه فيه في قتل عيلة إميرسون دي لأن بيتهم كان عبارة عن بيت متنقل. ولكن في ديسمبر 2024 اتقبض على واحد اسمه تشارلي ستاتوم بخصوص الجريمة دي. إسرائيل وهو في الجيش ما كانش طبيعي برضه، ده لأنه كون صداقات مع جنود زمايله كتير، ولكن الغريب في الموضوع إنه في مرة قال لواحد منهم بوضوح أنا عايز أقتلك. وفي كمان حالة جيفانا
تايلر، وكان عندها 29 سنة، واللي اختفت من تاكوما بواشنطن سنة 2004. والإعلام ربط بينها وبين إسرائيل كضحية محتملة. إسرائيل اعترف للمحققين إنه قتل كذا حد في ولاية واشنطن من 2001 و2006، وقال إنه دفن الناس أو غرقهم في بحيرات جنب نيابوي وبحيرة كريسن. والسلطات رجعت كل أعضاء المفقودين هناك، بس ما لقوش ولا دليل قوي واحد يربطه بحد فيهم. وحتى الجثة اللي لقوها في نيابوي قالوا إن وفاتها وفاة طبيعية. إسرائيل اعترف بخطف ست يوم 9 أبريل 2009 ونقلها عبر حدود كذا ولاية ودفنها في نيويورك جنب بحيرة تامبر. المحققين حددوا الضحية دي بأنها غالبا ديبرا فيلدمان، عندها 48 سنة، واللي اختفت من شقتها في نيو جيرسي قبل يوم واحد من التاريخ اللي قاله إسرائيل. أما الجريمة اللي خطط لها بمنتهى الذكاء كانت قتل بيل ولورين كورير في فيرمونت. إسرائيل سافر طيران من شيكاغو، أجر عربية ومشي بيها 1600 كيلو لحد فيرمونت. وقبل الجريمة بسنتين إسرائيل كان دافن صندوق أدوات قتل جنب بيتهم، وكمان لمح إن في صناديق تانية في وايمونج وواشنطن. وأول ما راح طلعه واستخدمه في ليلة 8 يونيو 2011 لما اقتحم بيتهم وكتفهم وخدهم لمزرعة مهجورة، وضرب بيل بالنار واغتصب لورين وخنقها. ولحد دلوقتي جثتهم ملهاش أي أثر. وبعد الجريمة نقل باقي عدة القتل لمخبأ جديد في نيويورك، وفضل هناك لحد ما اتقبض عليه. اسم إسرائيلي ظهر كمان كمشتبه فيه في جرائم غامضة في فلوريدا حصلت سنة 2007، زي قتل راندي مالتيز وخطف ست وابنها، وقتل نانسي بوتشيكيو وبنتها، بس ما فيش تأكيد رسمي ولا دليل واحد. كمان ارتبط اسمه باختفاء الكهربائي جيمي تيدويل في ولاية تكساس سنة 2012، لأن ملامحه كانت شبه واحد سرق بنك هناك تاني يوم الاختفاء، بس ما فيش رابط قاطع. إسرائيل كان بيشوف السفاح دينيس رادر جبان، وده عشان اعتذر في المحكمة، بس كان معجب جدا بالسفاحين اللي ما اتقبضش عليهم. ولما سألوه عن السفاح روبرت هانسون قال لهم انا عارف عنه كل حاجة، وعارف كل سفاح اتكتب عنه في التاريخ، دي هوايتي. وحتى لما عرف بحث ضرب النار في كولورادو 2012 قعد يسأل باهتمام عن حالة القاتل جيمس هولمز. فضلت التحقيقات بين إسرائيل والمحققين والاف بي اي بتحصل كذا مرة على مدار شهور. في الأول كان متعاون بشكل ما واعترف بكام جريمة، وكان طلبه الوحيد انه يتعدم بسرعة في خلال سنة علشان يهرب من الأضواء والإعلام ويحمي بنته وعيلته من كل الانتقادات اللي ممكن يتعرضوا لها. والمحققين قدروا يتأكدوا من صحة أغلب كلامه، بس فضلوا شاكين انه بيكذب او يضللهم في حتت تانية. بس إسرائيل اتقفل تماما وبطل يتعاون لما الإعلام كشف هويته للجمهور. العميلة جولين جودن قالت انهم قعدوا معاه اكتر من 40 ساعة عشان يفهموا حجم جرايمه، بس هو كان بيرفض يدي تفاصيل كاملة من غير ضمانات بخصوص الحكم. 23 مايو 2012 إسرائيل حاول يهرب في وسط جلسة استماع روتينية لما استخدم نشارة خشب من قلم رصاص عشان يفتح الكلبشات بتاعته، بس طبعا سيطروا عليه بمسدس صعق كهربائي، ودي كانت اكتر حركة اثبتت انه من عشاق تيد باندي. كمان وقت ما كان في سجن انكوريج إسرائيل عرف يهرب شفرة حلاقة زنزانته ومحدش عارف جابها منين، لانه كان ممنوع يستخدم اي مكنة حلاقة الا تحت اشراف. وفي ليلة 1 ديسمبر 2012 انتحر عن طريق انه قطع دراعه الشمال وخنق نفسه بملاية سرير، وتحت جثته لقوا رسالة انتحار عبارة عن قصيدة رسائل للقتل، بس ما كانش فيها اي معلومة عن ضحايا جدد. والصدمة الحقيقية كانت لما فتشوا الزنزانة ولقوا تحت السرير 11 جمجمة ونجمة خماسية رسمهم إسرائيل بدمه هو. وعملاء الاف بي اي فسروا الجماجم دي بانها بتمثل العدد الاجمالي للضحايا، وواحدة من الرسومات كان مكتوب تحتها نحن واحد. الاف بي اي نشر الجدول الزمني لسفريات إسرائيل وطلبت من الناس اي معلومة عنه، واكتشفوا كمان انه كان دافن مخازن امدادات ومعدات للقتل في ولايات كتير عشان يستخدمها في جرائمه المستقبلية. كمان العملاء لقوا صندوقين منهم، واحد في الاسكا والتاني في نيويورك، وكان فيهم اسلحة وحاجات عشان يعرف يتخلص بيها من الجثث. كمان المحققين عرفوا انه سافر دوليا لكندا وبليز والمكسيك وحتى مصر واسرائيل، ولكن مسألة هل قتل حد بره امريكا ولا لا فضلت اجابتها مجهولة. بس ثواني، ازاي نفذ جريمته الاخيرة واللي هي ابشع جرايمه، وازاي قبضوا على اسطورة بالحجم ده؟ في أول فبراير 2012 إسرائيل خطف سامانثا كونيج واللي عندها 18 سنة. الصدمة إن إسرائيل ما كانش يعرفها أصلا ولا خطط لخطفها هي بالذات، وقال للبوليس إنه راح هناك بس لأن المكان كان فاتح لوقت متأخر. وبعدها خدها على بيته اللي عايش فيه مع صاحبته وبنته، وحبسها في مكان خشبي في أرض البيت، وخد تليفونها والفيزا بتاعتها، وبعت رسالة لصاحبها من تليفونها عشان يطمنه ما يبلغش عن اختفائها، وأخذ منها الرقم السري للفيزا وسرق فلوسها، وفي النهاية قتلها. بعد ساعات قليلة من القتل إسرائيل صحى بنته الصغيرة وسافروا لنيو أوريليانز عشان يقابل صاحبته هناك ويبدأوا رحلة بحرية عائلية في خليج المكسيك لمدة أسبوعين. بس الغريب إن وقت الخطف البوليس رفض ينشر فيديو المراقبة بتاع مكان شغل سامانثا، وده قرار عمل جدل كبير وقتها. ولما رجع أنكوريج يوم 18 فبراير ارتكب جريمة تانية أبشع، وهو إنه اعتدى جنسيا على الجثة. إسرائيل حب يعمل لعبة جديدة عشان يطلب فدية، عمل حاجة مرعبة أكتر من الاعتداء على الجثة، وهو إنه طلع الجثة وحط لها مكياج وثبت العيون بخيط عشان تبان مفتحة، وصورها جنب جريدة أنكوريج ديلي نيوز عشان يوهم أهلها والبوليس إنها لسه عايشة. وقتها طلب فدية $30,000، وبعد ما استلم جزء من الفدية على حساب سامانثا قطع جثتها ورماها في بحيرة عشان عملاء الاف بي اي بعد القبض عليه تنزل غطاسين ويطلعوا بقايا جثتها. إسرائيل وقع أول لما بدأ يسحب من الفدية وهو في طريقه لتكساس. البوليس كان بيراقب كاميرات الاي تي ام وعممت مواصفات العربية المستأجرة اللي بتظهر في كل سحبة. ويوم 13 مارس 2012 ضباط في تكساس لاحظوا عربية مطابقة للمواصفات في موقف فندق، وأول ما إسرائيل زود السرعة شوية وقفوا الظابط، ولما فتشوا العربية لقوا بقع حبر على الفلوس، ودي صبغة بتبقى في شنط فلوس البنوك المسروقة، ولقوا تليفون سامانثا والفيزا بتاعتها. وقتها
واتقبض عليه فورا قدام كافيه كوتون باتش في مدينه لوفكن. كمان الصحفيه مورين كالهان وصفت الجريمه دي بانها ابشع تفاصيل ممكن تسمعها، ان شخص يقتل ويغتصب مراهقه في مخزن جوه بيته وبعدها يدخل ينام جنب بنته وصاحبته ويطلع بيهم رحله سياحيه، ده شر وجنون ملوش تفسير. اسرائيل كان بيتابع التغطيه الاعلاميه وهو في اجازته ومستمتع باللي بيعمله، وعقليه المختله دي خلت المحققين يدركوا انهم قدام المفترس الامريكي ادق واخطر قاتل في القرن ال21. وبس كده، دي كانت نهايه الجريمه 14 من عالم الاجرام. ما تنساش لايك لو الفيديو عجبك، شير الفيديو مع غيرك، اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل جريمه جديده في عالم الاجرام. سلام.